وانا معدي شفت الموتوسيكلات دي في اسكندريه قدام اوتيل سيسل. طبعا واضح ان هم ناس جايين من بره، جايين مسافرين. مش عارف يا جماعه لو حد يعرف الموتوسيكلات دي منين يقول لنا النمر دي من انهي دوله. ان شاء الله بي ام دبليو جي اس 1200، كي تي ام سوبر ادفنشر ار 1200 و1190 1290، الجي اس الثاني، في كي تي ام اخر موديل ما شاء الله. اعتقد عمر الفردي اللي هيجيب لنا الكلام ده بقى. في ترامف هناك، في ترامف ما شاء الله يعني. وده ايه ده؟ ياماها هوندا افريكا 1. بسم الله ما شاء الله، هوندا افريكا 1. ده الكي تي ام 1050، وده جي اس، وده كمان جي اس 800، وده الكي تي ام 1290 2018 لو تعرفوا. ده طبعا فيه شاشه قدام تابلت. السلام عليكم. افريكا توين والجي اس 1290. ان شاء الله معاهم بطاريه عربيه حاطينها ورا، مش عارف ليه. تبسط قوي ان احنا نشوف الحاجات دي في مصر، ان الناس يعدوا مصر بالكميه دي. متهيألي ده جروب مش اقل من 10 موتوسيكلات. فبصراحه انبسطت جدا جدا جدا. هحاول اجي لهم الصبح لو كانوا موجودين، اديلهم مثلا لوجو الجروب بتاعي يعني، نرحب بيهم. دي حاجه يعني اتمنى ان هي في الميموري بتاعتهم في الرحله دي. والله يعني نفسي لو حد يعرف البلان بتاعتهم او البيج بتاعتهم او اي حاجه، ندخل بس ندعمهم بالكلام حتى يعني. فقولوا لنا يا جماعه لو فيها حاجه من دي. طبعا لو نلاحظ كده الادفنتشرز بايك او الحاجات اللي هي فيها بتروح يعني في اماكن غريبه، دايما هتلاحظ ان هي الجنوط بتاعتها سلك. ليه جنوط السلك دي؟ علشان جنوط السلك بتتحمل المطبات والحفر وكده اكتر. تاني حاجه ان هي اخف، وينفع تنزل في الميه بقى والكلام اللي زي ده يعني، بتاعت شقه من الاخر. انما الجنط الالومنيوم لما بياخد مطب قوي ممكن يتني، ده يتمرن شويه يعني. فدي سبب ان الادفنتشر بايك كلها سلك. فزي ما انتوا شفتوا كده كلها كل بايك تقريبا عليه بطاريه كبيره فوق. مش عارف ايه الفكره. وكلهم طبعا متبهدلين يا دوبك يعني. واضح ان هم جايين يعني، النمر دي نمر اوروبيه، ومتهيألي عشان تيجي مسافه لاوروبا لهنا خياليه يعني الطريق. يلا خير. لو عرفتوا مين ده يا جماعه ادعمونا تحت وقولوا لنا عشان بس نكلمهم وندي لهم كلمه حلوه يعني.